السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا الفيديو بخبر من الحدود العراقية التركية، وهو السلطات التركية تفتح سد على نهر الفرات. أكبر السدود هو سد أتاتورك. قامت السلطات التركية اليوم بفتحه باتجاه العراق. المياه تتدفق بسرعة هائلة نحو العراق. تعالوا لنتعرف على الأسباب، لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سو دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم متابعة أهم الأحداث والظواهر الكونية فاشتركوا في القناة ليصلكم الخبر أولا بأوله. تعالوا نتعرف على أسباب فتح هذا السد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لفيديو يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الأرضية. تويتر: في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من مياه نهر الفرات، وذلك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا. المياه الحبيسة تتدفق إلى زاخو في محافظة دهوك العراقية. قال مغرد آخر على موقع تويتر: وصول مياه سد أتاتورك إلى العراق بعد أن فتحت تركيا بوابات السد، مصائب قوم لقوم فوائد. هذا ويعتبر سد أتاتورك من أكبر مشاريع المياه وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه حوالي 10 سنوات. ينتج حوالي 2400 ميجا واط من الكهرباء. يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات على بعد 80 كيلو متر شمال غرب مدينة أورفا، وعلى بعد 600 كيلو متر من العاصمة أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بينما لا يزيد عن 60 كيلو متر أو أكثر من 180 كيلو متر جنوبا من سد الكركية. فهل بعد كل ما يحدث في هذا العالم نبقى حذرين من عذاب الله ونخاف الله سبحانه وتعالى ونخشاه؟ فقد أكرمنا بنعمة عظيمة، وهي أن أبعد عنا هذه الأخطار والتي هي تحت أقدامنا، ونتعظ مما يحدث حولنا في هذا العالم، ونتوب إلى الله ونرجع إليه ونخشاه حق الخشية. الفائدة من معرفة هذه الأخبار هو أخذ العبرة والعظة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. نسأل الله السلامة لنا ولكم. دمتم في خير، دمتم في أمان الله.